Ladies and gentlemen, welcome to Shenzhen. لو فاكر انك تاجر عشان بتشتري من علي بابا يبقى انت لسه ما دخلتش اللعبه. في مدينه في الصين ممكن تشتري منها اي منتج بارخص من سعره 3 مرات، والفرق ده هو مكسبك. والمدينه دي شينزن، وعشان اكون صريح معاك شينزن مش مجرد مدينه، ده عاصمه الالكترونيات في العالم كله. بيتصنع فيها اكتر من 3 ارباع الكترونيات العالم، من موبايلك اللي بتشوفني منه، من اللابتوب اللي ماسكه، من سماعتك اللي بتسمعني منها. جميع المنتجات اللي تخطر على بالك بتتصنع هناك. ولو رحت شينزن اول مكان لازم تزوره هناك في مول كبير اسمه هو تشانج بي. هو تشانج بي مش مجرد مول عادي، ده يعتبر مدينه داخل مدينه، وفي اخطر سوق الكترونيات في العالم. ومش كده وبس، ده انت هتلاقي داخل المول ده هتلاقي فيه سيج ماركت. والسيج ماركت ده متكون من اكتر من 10 ادوار، وكل دور في مئات الموردين بالاف الاسعار المختلفه. تخيل انك تلاقي كابل موبايل ب 3 ريال وب7 ريال وب50 ريال، والثلاثه نفس الشكل ونفس الباكج، الفرق في الجوده، وده اللي بيفرق تاجر عن تاجر. ودي الغلطه اللي بيقع فيها التجار كتير جداد، بيروح يشتري ارخص منتج هناك ويروح لبلده ويبيعه، فبالتالي الزبون او العميل بياخده منك، بيجربه، بيرجع لك مره تانية يرجع المنتج، بتخسر سمعتك وبتخسر راس مالك. شينزن فيها 3 انواع مصانع بتعمل 3 حاجات مختلفه. اول نوع من المصانع بيعمل البراندات الكبيره المعروفه. المصنع رقم 2 بيعمل حاجه اسمها وايت ليبل. الوايت ليبل ده اللي بيعمل لك نفس الكواليتي بتاعت البراندات الكبيره بس بدون اسم. النوع الثالث من المصانع اللي هو المصانع اللي بتعمل منتجات مقلده ورخيصه جدا. ولو ما عرفتش الفرق بين ال3 مصانع دول هتختار غلط، ولو اخترت غلط هتخسر راس مالك. شينزن مش مجرد مكان تشتري منه، ده مكان لازم تفهمه قبل ما تشتري منه، عشان لو فهمت صح هيدر عليك بدخل وعائد مادي مش طبيعي. ولو عاوزني اقول لك تختار ازاي المورد بعنايه، اكتب لي في الكومنتات شينزن وهرد عليك بمقطع فيديو. اعمل لايك عشان نستمر، واعمل شير الفيديو عشان الكل يستفاد، واعمل متابعه للقناه عشان يوصل لك كل جديد في الاستيراد والتجاره.